إنها نبع الحنان الذي لا ينضب، وسير المشاعر الذي لا يتوقف، غذاؤك منها ومن دمها. فعندما كنت في رحمها كان الحبل السري الذي يسحب دمها لك، فكانت تصاب بالأمراض فلا تأكل العلاج لكي لا تؤذيك، وتنام على الجنب الذي يريحك. ولما خرجت انقطع هذا الحبل، ففجر الله لك نبعان من الحليب مرتبطان بجوفك، فهي الوحيدة التي تعرف أنك جائع، تعرف جوعك من نغمة بكائك ومن حركة الحليب في صدرها. إنكما جسدان مختلفان ارتبطا بروح لا تكاد تنفلت. كم هرست لك الأكل لتتلذذ به، وكم جاعت لتبقيك شبعانا، وكم سهرت لتنام قرير العين، وكم عضضتها فآلمتها فضحكت لك، وكم 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 من المشاعر. إنها أمك أعظم قلب. تأمل هذا الوصف الجميل لرد قلب أم على ابن قتلها من أجل المال. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحيق به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر بالأثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ لكن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله على الصبي قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب لنا مثلا في رحمة الله ضرب لنا مثلا بالأم. وعندما جاء القاتل إلى ابن عباس يطلب منه التوبة دله على بر الأم. وعندما جاء المجاهد يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزم قدميها فثم الجنة إنها الأم. أمك ثم أمك ثم أمك، كررها ثلاثا وأكررها لك ألفا. شاب عاق بوالدته ذهب بها في البراري ليتخلص منها، فتركها في أرض ذات ذئاب ورحل وتركها. فجاء رجل آخر ووجد العجوز وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا امرأة؟ قالت: إني أسمع عواء الذئاب وأبكي خائفة على ولدي، ذهب ليجلب لنا الحطب وتأخر علي. وهي لا تعلم أنه تركها لتموت، وهي انتظرته خائفة عليه من الموت. ولما جاءت أم معها طفلتان لأمنا عائشة أعطتها أمنا 3 تمرات، فأعطت واحدة تمرة وأعطت الأخرى تمرة، فلما رأتهما لم تشبعا جاعت ليشبعا فأعطتهما تمرتها، فبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. دخل شاب على أمه وزوجته وأخته وأعطى كل واحدة منهن هدية، نفس الهدية. الأخت شكرت وابتسمت، الزوجة شكرت ودعت، ولكن همها أن تعرف بكم وهل أعطى غيرها أو لا. أما الأم فشكرت ودعت وبكت وافتخرت واستكثرت واستعظمت هديتك، لأن قليلك عندها كثير، وعطيتك لا مثيل لها، ولا يهمها إلا ألا تكون قد أثقلت عليك. هذا هو الحب